عرافة ارتبط اسمها بكل كارثة حلت على العالم، عقودا طويلة توقعت فيها ما لم يكن في الحسبان، نبوءتها تتحقق وكل ما أخبرت به حدث. أهلا بكم يا إخواتي في قناة اللغز الأخير. ملف النهاردة عن ست اتولدت فقيرة ماتت وهي أشهر من أشهر رؤساء دول في العالم. ست قالوا عنها مجنونة، قالوا عنها قديسة، بس الحقيقة أغرب من الاتنين دول. بابا فانجا ده العالم سماها بكده. البداية كانت ظلام والنهاية كانت أكبر من لغز أنت هتقابله في حياتك. سنة 1911 في قرية كده فقيرة في وسط بلغاريا، طفلة صغيرة ماشية في الشارع، السما اسودت والرياح بتصرخ، العاصفة اللي هتقلب حياة بابا دانجا 180 درجة كانت جاية فجأة. عاصفة رملية سحبت الطفلة، ضرب بها على 40 متر عالي. الناس كانوا بيسمعوا صروخها، وبعد ساعات من كتر البحث عنها لقوها، بس كانوا لاقيين بقى عينيها مليانة رملة ومش شايفة أي حاجة. لكن رغم العمى من اللحظة دي بدأت الحكاية. أول نبوءة ليها، أول قصة رعب بدأت بعد شوية بشهور كده من العاصفة اللي حصلت. دانجا بدأت تقول للناس تفاصيل حياتهم من غير ما يعرفوها. تخيل تقول اسم حد ده هيموت وتلاقي مات، تقول تاريخ ومكان الناس اللي هيموتوا وبتفاصيله. أول نبوءة ليها دي بقى توقعت قريتها في يوم معين في تاريخ معين وبتقولش اللي حصل. فعلا جارتهم دي ماتت فعلا زي ما قالت بالحرف بالتاريخ بالساعة. من هنا محدش قدر يمنع سيل البشر عليها. من كل حتة ابتدوا يقولها. ليه؟ تقرا طالع تقرا المستقبل تعرفهم حياتهم. لكن رغم العمى من اللحظة دي بقى بدأت تشوف حاجات تانية خالص. يعني ايه؟ يعني اللي فات كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. الشهرة بقى اللي خدتها العالم تاني في عز الحرب العالمية، ضباط وسياسيين ومحققين روحوا لها مخصوص يسألوها هي الحرب دي هتنتهي امتى؟ مين هيكسب؟ مين هيخسر؟ مين هيموت؟ وكان الغريب ان كلامها كان بيحصل بالظبط. الصحافة سموها الست اللي شايفة اكتر من المبصرين. النبوءة ابتدت تكبر والعالم ابتدى يخاف. نبوءاتها اللي صدمت العالم كله وعالم عاد اللي حصل سقوط هتلر، وحصل تفكك الاتحاد السوفيتي في عزه وتفكك ونهار. 11 سبتمبر حصل، تسونامي 2004 حصل، انتشار الانترنت حصل، أزمات اقتصادية حصل، أحداث سياسية حصلت بالحرف الواحد حصل. كل ده اتقال قبل ما يحصل بسنين. انت تعرف يا اخويا نبوءاتها لحد سنة كام؟ لحد سنة 2500. يعني من 2025 قالت ل 2035. دي بقى المرحلة السنين اللي هنشوفها. أمراض جلدية هتنتشر، أزمات اقتصادية، صدمات سياسية، بداية انهيار مناخ. يا لهوي انت ركز معايا. قالت بقى من 2035 ل 2100 مدن بالكامل هتختفي بسبب البحر. الصين هتقود العالم. زراعة، شرائح ذكية في البشر، أول حرب على المية. وشبه من دي حاجات تعتبر حصلت برضو. توقعت من سنة 2100 ل 2200 أعمار البشر ركز هتوصل ل 150 سنة. قالت حكومة عالمية واحدة، البشر والروبوت هيبقوا فريق واحد. قالت من سنة 2300 لسنة 2400 السفر للفضاء هيبقى زي السفر بالطيارة من ولاية للولاية. قالت فيما بعد التواصل مش هيبقى بالتليفونات ولا بالإنترنت، بالتفكير. قالت ظهور أمراض بسبب الطيور المهاجرة، طفرة علمية في تحكم المناخ. قالت بقى سنة 2500 النبوءة الأكبر. قالت بقى سنة 2500 النبوءة الأكبر
الأكبر اللي هتحصل. قالت العالم كله هيعيش في ظلام كامل لمدة 3 أيام. أنت متخيل؟ قالت بعدها الأرض كلها هتتغير والبشر هيتولدوا من جديد. ركز بقى، اكتشاف حياة على كوكب تاني والمعيشة عليه. أول مستعمرة هتقوم على المريخ. طاقة شمسية جديدة متواصلة هتبهر العالم لسنين قدام. بداية عصر تحكم الآلهة. استغفر عظيم رب، هي اللي قالت مش أنا. وبكده نكون فتحنا واحد من أعمق ملفات الغموض اللي لسه العالم لحد دلوقتي مش قادر يفهمها. ولو وصلت معايا لحد هنا فأنت من الناس اللي بتحب وتدور ورا الحقيقة، وده لوحده يكفي إنك تبقى جزء من عيلة اللغز الأخير. انزل دلوقتي واشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجة. محمد موافق.